أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على نتائج هامة للدائرة. النتيجة الأولى بتقول المستقيم المار بمركز الدائرة وبمنتصف أي وتر فيها يكون عموديا على هذا الوتر. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني لو عندنا المستقيم لام بيمر بمركز الدائرة ميم وجيم منتصف الألف ب، هنستنتج إن مستقيم لام عمودي على ألف ب. عمودي يعني بيصنع زاوية 90. يبقى لازم كده يتحقق شرطين. الشرط الأول إن لام بيمر بمركز الدائرة ميم. تاني شرط إن جيم تكون منتصف الألف ب. لو اتحقق الشرطين دولت هنقول إن المستقيم لام عمودي على ألف ب، يعني بيصنع زاوية 90. النتيجة التانية بتقول إيه؟ المستقيم المار بمركز الدائرة عموديا على أي وتر فيها ينصف هذا الوتر. كذلك لازم يتحقق شرطين. لو نفترض مثلا المستقيم لام بيمر بمركز الدائرة ميم، والمستقيم لام عمودي على الوتر ألف ب، يبقى هنستنتج إن جيم منتصف الألف ب. النتيجة التالتة بتقول المستقيم العمودي على أي وتر في الدائرة من منتصفه يمر بمركز هذه الدائرة. نفترض عندنا المستقيم لام عمودي على ألف ب، والمستقيم لام بينصف القطعة المستقيمة ألف ب، يعني ج منتصف ألف ب. هنستنتج إيه؟ إن لام بتمر بمركز الدائرة. في مسألة معانا بيقولي في الشكل المقابل اوجد قياس زاوية م ألف ج، وقال لي في المسألة إن ج منتصف الألف ب. طب ده احنا قلنا من شوية في النتائج لو كان عندنا ج منتصف الألف ب هنستنتج إن م ج عمودي، يعني الزاوية بتساوي 90. زاوية م ج ألف بتساوي 90، واحنا عارفين إن مجموع قياسات زوايا المثلث ب180. يبقى قياس زاوية ألف بتساوي 180 ناقص 90 زائد 50، هتدينا 40. المسألة اللي بعدها بيقول في الشكل المقابل اوجد قياس زاوية ه م د. عندنا في دايرة م وه منتصف الألف ج، يبقى هنستنتج إن م ه عمودي، يعني الزاوية بتساوي 90. وكذلك د منتصف الألف ب، يبقى م د عمودي على ألف ب، يعني الزاوية بتساوي 90. طب ما احنا عندنا الشكل ألف ه م د شكل رباعي، ومجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي ب360. لو عايزين زاوية م يبقى هنجمعهم ونطرحهم من 360. يبقى قياس زاوية ه م د بتساوي 360 ناقص 90 زائد 90 زائد 60، هتدينا 120 درجة. في الشكل المقابل ألف ب وألف ج وتران في الدائرة م يحصران بينهما زاوية 120 درجة. د وه منتصفا ألف ب وألف ج بالترتيب. رسم الشعاعان د م وه م، فقطع الدائرة في س وص على الترتيب. اثبت أن المثلث س م ص متساوي الأضلاع. هنقول البرهان. عندنا د منتصف الألف ب،
يبقى هنستنتج ان الميم د عمودي على ألف ب، وكذلك ه منتصف الألف جيم، هنستنتج ان ميم ه عمودي على ألف جيم. معنى كلمة عمودي يعني ب90 درجة. طيب احنا عندنا الشكل ميم د ألف ه ده شكل رباعي، ومجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي ب360. يبقى قياس زاوية د م ه بتساوي 360 ناقص 90 زائد 90 زائد 120، هتدينا 60 درجة. طب قياس زاوية د م ه بتساوي قياس زاوية ص م س بالتقابل بالرأس، يبقى الزاوية ص م س ب60. عندي في المثلث س م ص، م س وم ص متساويان أنصاف أقطار، معنى كده إن قياس زاوية س بتساوي قياس زاوية ص بتساوي 60 درجة.